يا هلا ومرحبا. اليوم راح أسوي معاكم ألذ تيراميسو راح تجربونه. في الخطوة الأولى في الخلاط راح أخفق علبتين من جبنة الفيلادلفيا مع 1 جيمر كويتي صغير وأتركهم على جنب. في الخطوة الثانية في حمام بخار على النار راح أخلط 3 من صفار البيض مع نص كوب سكر وأحركهم زين لغاية ما يصير الخليط فاتح ويذوب السكر، أو لغاية ما تصير درجة الحرارة 70 درجة، ثم أضيفهم على الخليط اللي هو خليط الجبن ونخفقه مع بعض. في وعاء آخر راح أخفق كريمة خفق مع فانيلا وأنزلها على الخليط السابق وأخلطهم زين أما زين. استخدمت هالنوعية من البسكويت وقطصه في كوفي بارد وصفه كأول طبقة في البايركس، وثاني طبقة طبعا راح تكون من الكريمة، وراح أسوي 3 طبقات من البسكويت والكريمة. لاحظوا الطبقات، في كل طبقة قطست البستوق في خليط الكوفي البارد، طبقة من البستوق وطبقة من الكريمة، وعلى آخر طبقة ضفت شوكولاتة اللي هي البودر. وهذه وصفتنا صارت جاهزة، سويتها معاكم بكل حب، علينا وعليكم بألف عافية، لازم تجربونها، لذيذة وايد. طبعا حطيتها في الثلاجة لمدة يوم كامل عشان تمتزج عندي النكهات.